لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. إشادة واسعة بمجهودات الملك محمد السادس للدفاع عن القدس. أشادت اللجنة الوزارية العربية للعمل الدولي للتصدي لسياسات وإجراءات إسرائيل غير قانونية في مدينة القدس المحتلة بالجهود المتواصلة التي يبذلها جلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس للدفاع عن المدينة المقدسة. وأشارت لجنة الوزارية العربية في بيان لها أمس الأربعاء بالقاهرة على هامش اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية بالمشاريع التي نفذتها باحتمال القدس الشريف الذراع التنفيذي للجنة المقدسة بإشراف جلالة الملك لضمان استقرار سكان المدينة المقدسة في أرضهم ودعم مقاومتهم. وتكون اللجنة الوزارية من وزراء خارجيين كرئيس ووزير خارجية. وأكد وزراء العرب استمرار وتعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم لمدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وكذلك الجهود في الحفاظ على ووقف الإجراءات الأحادية التي تقود حل الدولتين وكذلك الإجراءات الاستفزازية. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس.